هتيجي اقول لك ازاي دخلت صفقة سكالب على الدولار ين. دخلت من هنا قبل الخبر ما ينزل، واول ما الخبر يعني الخبر نزل الساعة 10 هنا بعد الخبر بشوية. اشمعنى عززت من المكان ده وطلعت هنا وما رضيتش نكمل ليه؟ كل ده هتعرفه معايا، بس الاول نروح على تريدنج فيو، نشيل كل الرسومات دي، نيجي على فريم ال5 دقايق. مش هنستخدم حاجات كتير، هنروح محددين السيولة بتاعتنا. في هنا سيولة رقم 1، السيولة بلون كده. ادي هنا سيولة رقم 1، وهنا سيولة رقم 2، وكان في هنا السيولة التالتة بتاعتنا. كده احنا حددنا السيولة بتاعتنا. السيولة التالتة دي كانت سيولة، اللي هي بس بلون مختلف عشان دي كانت سيولة نيو لندن، جلسة لندن. تمام. وهنا كده ده سيل سايد ليكويديتي لندن، وهنا الباي سايد ليكويديتي للندن. لو جيت على فريم ال 15 دقيقة بص كده، هتلاقي ان الشمعة دي سحبت سيولة الشمعة دي، يعني ده عندك كله بقى منطقة السعر هيهبط من عندها. تمام. وجيت ده بقى اوردر بلوك بالنسبة لك، كل ده اوردر بلوك. تمام. فالسعر عايز يهبط، فانت بتستنى اي فرصة تنزل. تمام. فانا ما كنتش عارف ان انا هكون قدام الخبر، فرحت داخل صفقة هنا لان نزلت وكان ورايا مشوار. دخلت من الشمعة دي بالظبط، وقلت الستوب بتاعي هنا. دخلت بصفقتين زي ما انت ما شايف، يعني بص هنا صفقتين، وقلت خلاص هدف اول هيبقى هنا، وهدف تاني هيبقى هنا. وطبعا قسمت الصفقتين على حجم ادارة راس المال بتاعي. تمام. بعد كده الحمد لله يعني جيت بسرعة، الخبر كان طلع سحب السيولة دي. تمام. وبعد كده السعر بدأ ان هو ينزل، وهنا كسر. ثواني نشيلك انت. وهنا على فريم الدقيقة بص هتلاقيه كسر، عامل ماركت شيفت. خليك عمل ماركت شيفت هنا. بعد كده فضل يتذبذب شويه ونزل بقوه. نزل بقوه بالظبط كان في الشمعه دي، الصاعده دي. فانا قلت مع نزلته بالقوه ديت والزخم والمومنتوم ده، اكيد مش هيعوز ان هو يصحح تاني، خصوصا ان كل حاجه بتقول ان مؤشر الدولار هابط. فبالنسبه لي كانت صفقه ان انا نعزز هنا في المنطقه دي. خليك بلون مختلف، اصفر مثلا. السعر عززت هنا وقلت خلاص بدل ما نكمل في كل ده هنطلع هنا. طب ليه طلعت وما كملتش؟ هقولك لان دي اول سيوله ودي سيوله لندن، والسعر ممكن ان هو يرتد بعد السيوله دي، وانا عارف ان انا دخلتي هنا كانت مجازفه. فرحت داخل مجازف هنا وخرجت كله هنا. كان معاكم عمر من اي سي تي عربي، ويا ريت تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، وعندك اي استفسار تكلمني. مع السلامه.